مساء الخير، اهلا بيكم في اسهل طريقه مع مين. النهارده بقى هنعمل الملوخيه الخضراء على شوربه الفراخ بالطريقه المصري الاصيله. يلا بينا نشوف هنعملها ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. هغسل طبعا الفراخ بتاعتي كويس جدا زي ما عملنا في الفيديو بتاع غسيل الفراخ اللي حطيناه قبل كده. وهنجيب بقى معانا طبق هنحط فيه بصلايه كبيره مبشوره كويس، طماطمايه مبشوره، ورق لوري، هنحط ملح حسب الرغبه، هنحط معلقه كبيره من الهيل المطحون او الحبهان المطحون، معلقه كبيره ممسوحه من الفلفل الاسود، ومعلقه كبيره ممسوحه من السبع بهارات. نمسك بقى الكلام ده مع بعضه كده وندعكه كويس جدا. الملح مع البهارات مع الفلفل مع الحبهان كله كده نخليه كتلة واحدة. خلاص بقى عملنا الخلطة دي كده على بعضها كويس جدا، بس هنستبعد ورق اللوري كده نسيبه شوية، وهناخد حبة ونحطهم في قلب الفرخ. وهناخد حبة ونحط في قلب الفرخ وندعك كويس جدا، نحط تحت الجلد. ده بقى هيديكي شوربة في منتهى الجمال. الخلطة دي يعني ما عندكيش فكرة الريحة وهي نية كده عاملة ازاي. خلاص هنعمل كل الفراخ بالشكل ده. اهم حاجة نحط من جوه كويس، يعني تقريبا انا هاخد نص الخلطة بتاعتي اعمل بيها اتبل بيها الفراخ كده، والنص التاني هنحطه في الشوربة. وفي حلة بقى انا حاطة فيها مية على النار، طبعا المية حسب عدد الفراخ اللي عندك. وهنزل الفراخ بتاعتي بالصدر، يعني هنزل الفرخة بصدرها علشان الصدر هو اكتر حاجة بتاخد سوا. وهنجيب بقى التوابل الباقية، يعني احنا خدنا نصها تبلنا الفراخ، وهنجيب الباقي بقى ننزله في الشوربة كده، ومعاه الورق اللوري. نغطيها كده نص تغطية ونسيبها لغاية لما تستوي. طلعنا الفراخ من الشوربة اهي، خلاص بقت زي الفل واستوت كويس، والتوابل لسه فيها كده زي ما انتوا شايفين تحت الجلد. والشوربة بتاعتنا بقت تحفة وجاهزة بقى نعمل بيها احلى ملوخية حدو. الملوخية بتاعتي اللي انا كنت مقطفاها ومخرطاها ومفرزاها في الفريزر، طلعتها حطيتها في حلة. شوفي بقى التكات اللي جاية دي من فضلك عشان تاخدي احلى ملوخية. هنحط عليها معلقة كده مش مهرمة، معلقة بس مليانة كده من السكر. ايوه السكر، ما تخافيش من اللي انا بقوله وجربيه ومش هتندمي. راس توم نفصصها وندقها او نهرسها في الكبة كويس جدا. وهنحط عليها معلقة مهرمة من الكزبرة الناشفة كده. وهنخلط بقى كل ده مع بعضه كويس جدا، كله كده بقى خلطة واحدة. هاخد معلقة من التومة النية دي اللي بالكزبرة الناشفة وهحطها على الملوخية بتاعتي. هشغل بقى النار على حلة الملوخية، وهبتدي اخد بقى من الشوربة بتاعتي وهحط على الملوخية. وابتدي اقلب كده الملوخية علشان اشوف سمكها هيبقى عامل ازاي. انا مش عايزاها خفيفة قوي ولا تخينة قوي، لازم تبقى مظبوطة اهو. انتي ما عندكيش فكرة الطريقة دي
يبقى طعمها ايه. لما هتجربيها يعني بصراحة لازم تدعيلي من فضلك، حقيقي ان شاء الله هتعجبكم جدا. بصوا بقى اهو ده قوام الملوخية اللي انا عايزاه، ولا تقيلة قوي ولا خفيفة قوي، هو ده القوام الصح اهو. هنقلبها بقى كده ونسيبها على النار شوية تغلي غلوة واحدة، ما نكترش عشان ما تسقطش، غلوة واحدة بس. التوم بتاعنا اللي حطينا عليه الكزبرة الناشفة وحطينا جزء منه او معلقة منه في الملوخية، هنحط عليه معلقة سمنة كده ونشغل النار. هنحمر التقلية بتاعتنا بقى على الهادي كده، ونزلنا بالتقلية بتاعتنا على الملوخية، حاجة جبارة جبارة. وكمان علشان اخد كل الطعم هاخد شوية هنا كده مكان التقلية وهنزلهم كده، وكلي احلى ملوخية كلتيها في حياتك. ومقدما الف هنا وشفا. وإن عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة عشان يجيلكم كل جديد، وكمان ما تنسوش الكومنتات اللي انا بستناها عشان اعرف رأيكم في الاكل اللي انا بقدمه. ودي كانت طريقة عمل الملوخية المصري الخضراء على شوربة الفراخ بأسهل طريقة مع مين.